ولو آية. أنا فتاة عمري 24 سنة من السودان، لأول مرة في جروب تحدي الاستغفار، كنت متابعة فيه، عجبني، داومت، وأيضا تابعت قنوات العم حجازي، والحمد لله مدة ليست بطويلة، ما تعدت 5 أشهر. كنت أستغفر قليلا، لكن والله بفضل هذا الجروب من بعد الله صرت أستغفر آلاف. الحمد لله. يعطيك العافية أستاذة أم بسملة، وجزاك الله عنا خير الجزاء. استفدت كثيرا. كانت لدي حبة صغيرة، اسمع مليح، كانت لدي حبة صغيرة في إبطي، الإبط تحت الإبط هنا كان في حبة صغيرة، في إبطي الأيسر، عافانا وعافاكم الله. وكنت أتخوف منها لدرجة إني لم أحكي لأحد من أسرتي. تأتيني وساوس بأنها ستكون سبب موتي من كثرة ألمها، يعني كانت مؤلمة من كثرة ألمها بيدي، وأن الثدي سوف يزال إذا أخبرت أهلي. استعنت بالله وبدأت أستغفر في الأسحار كثيرا، وبدأت أقرأ سورة البقرة. بعد بضعة أسابيع هذه الحبة قد انتفخت، يعني كبرت، انتفخت وصارت أكبر، وزاد ألمها وزادت مخاوفي. فالتزمت كثيرا بالاستغفار، ومسحتها بريق النوم، فوالله مسحتها بالريق كانت تمسحها، فمسحتها بريق النوم، فوالله صارت أصغر فأصغر. وأنا متابع سورة البقرة رأيت هذه الحبة وقد صارت سوداء ولها ثقبين كعيون في الوجه، فتخوفت منها والله. وأنا مواصلة إلا بعد أن صليت الصبح صارت لينة، فلما أمسكت بها طلع من هذا الثقب شيء أسود لا أعرفه، وتحسسته بيدي وقد خرج مني، وللآن أثرها موجود كحفرة. والله أكبر، والله أكبر، والحمد لله. وكنت مواظبة بالصلاة الإبراهيمية مع الاستغفار. إن شاء الله ربنا يجعلنا من المداومين على الاستغفار. وجزا الله العم حجازي خيرا على كل ما يقدمه لنا من نشر دروس الاستغفار. وحبيت أبلغ آية حتى الكل يستفيد. ما شاء الله، ما شاء الله، جميل. لما انت بتعرف انك انت تحت العقاب الزم الاستغفار، توب الى الله، تفقد ذنوبك، وان شاء الله خذ بالاسباب، وسيستجيب الله لكم. يعني الله ما خلقنا تعذبنا، لكن مشكلتنا احنا لا نشكر الله. شو يعني لا نشكر الله؟ يعني نقول له شكرا؟ لا، الشكر هو ان ترد فضل الله عليك، وما بك من نعم وخير وكل شيء لله، تقول هذا من فضل ربي، مش انا الشاطر. مفهوم؟ الشكر ان توحد الله، لا تجعل له شريك. ممكن تعمل نفسك شريك، او اذا واحد ساعدك تعمله شريك لله، لولا فلان وفلان، وتحكي بكل المجالس فلان ساعدني وفلان اعطاني، بالاخر انت اشركت. وهذا وقليلا من عبادي الشكور لا يشكر. شايف؟ فانتبه انك تكون شاكر لله، انتبه انك انت تكون شاكر لله، وذاكرا كثيرا. الذاكر كثير والشاكر، والذي يحبب الناس في الله وفي دين الله، هذا هو الشاكر.